بسم الله توكلنا على الله. مبدئيا كده يا ابن الناس، عشان ما تتعبش نفسك ولا تتعبني معاك، الفيديو ده فيه شرح مهم وفيه تريكات هتفيدك وهتغير اسلوب لعبك باذن الله. طبعا اهم حاجه فضي دماغك، ابعد التفكير عن اي حاجه، خد نفس عميق ما بهزرش. بسم الله، سمي كده، ركز. اهم كل في الروم ايه يا زميلي؟ هو اول كل. ليه؟ ده اللي بيحكم هتبقى انت الفا الروم ولا لا. الفا الروم يعني انت المتحكم في تحركات اللي قدامك، فلو خدت الكل بتبدا تسلك ليك باقي الروم. هنا انا دمشته ودمشته تاني، فخلاص هو واقف على وان شبيه داخل. هعمل بريفر بدروب شوت على الناحيه دي. طب انا عملت كده ل 90% من محترفين تي دي ام، لما تلاقيه ماسك نفس السرد ده بالظبط وانت جايب بوش عليه، لو انت بشيت عادي وعملت بريفر على الناحيه التانيه هيكون شدك بطلقه من الاتجاه ده. كلهم بيبيكوا يمين من هنا، الا من رحم ربي طبعا. عيل عبيط يطلع لك بمشي بوتات من الشمال ولا حاجه. هنا مثلا في الكل ده انا لو دخلت بدماغي بعد ما لمسته كنت زمان اتسحبت، فوقفت له بيك بكراوتش كده من على البعيد اصطدته. اقرر لو كنت دخلت له بدماغي زي ما انت مثلا كنت راسم في دماغك ان انا هخش دلوقتي وهقف اديله، كان زمانه فشخني. ليه يا حبيب قلبي؟ انا مش داخل الاعب ناديه، انا داخل الاعب واحد خلاص داخل على رتبه هشره. الراجل تقيل. تاني حاجه يعني ده اللي انت شايفه في روم ده توفيق ربنا. طيب انا ندمجه دلوقتي. الصح لما انت تدمج حد وانت بتبوش تظبط اهم حاجه عندك البريفار. بص البريفار يمين وفوق يمين وفوق. طب ما طلعليش، سمعت انه راح شمال، هقوم واخدها بسحبه زي الفل، هقف مكاني. انا هنا قعدت مكاني ليه؟ لو انا كنت كملت في ان انا احاول افتح زيه كان زمان شديدني من ورا كفر، لان هو الفايت منظور يمينه انا منظور شمالي، وكمان انا موبايل هو ايباد برو. فخدها قاعده، لما تتدمج اوعى تحاول تفتح زاويه على اللي قدامك، زاويه اللي هو تحاول يعني تفتح لنفسك زاويه تضربه منها، لان بنسبه كبيره هيشدك من ورا كفر. هنا فايت حاويه، هفضل اراوغ فيه شويه يمين شمال ابعته، بمعنى اصح بحاول افرهده في الكل بس لحد ما يجيلي الزاويه اقدر انا اخطفه منها. لو كنت فضلت واقف في فايت وانا كان زماني بالع، لان الفايت منظور شمالي وهو منظور يمينه. اي محترف هيروح راح على الناحيه الشمال دي بالظبط. لو كان فضل يضرب عليا وانا دجيت، حتى انا عملت بريفاير وفضلت دodge، كان زماني ميت برضك. كان لازم اعمل دروب شوت. انت شفت سحب دمي في ثانيه ازاي؟ تاني لما يجي يفتح عليك زاويه في الحاويه من الناحيه الشمال وانت مش واقف في الطرف التاني، لا ده انت واقف قدامه، اعمل دروب شوت لو انت متدمج لانه هياكلك. ده طبعا لو هو لعيب وكله باذن الله. هنا انا فايته ودمجته وسحب، هروح امسك القطر، هقعد في القطر شويه. انا هنا كنت بحاول ابعته بين طول ان انا كاني داخل القطر، فيجي مثلا يشغل دماغه ويجيبني من ظهري يلاقيني في وشه، بس هو ما عملش كده. كل ده طلع لي بيه فاير، ايمي ضايع. اكمل فايت هخسر انا وهو رجعني، لان ايمو برضك كان ضايع، لان رومني مش بيعمل اسيست. انا مستنيه يشغل دماغه يحاول ينط مثلا على القطر من فوق ولا حاجه فاجيبه في ثانيه، وعلى قد ما اقدر بحاول اخليه ما يجيبش كيلات، لان لو جاب كيل بتبدا تفتح معاه. كان بقى طلع لي ميدل رينج. انا فايت مدى متوسط يعتبر في التي دي ام، طبعا ده مش في الكلاسيك، لان الميدل رينج في التي دي ام غير ميدل رينج في الكلاسيك نهائي. وزي ما انا قلت لكم انا بحاول على قد ما اقدر اخليه ما يجيبش كيلات. ليه؟ مسافه ما بيبدا يجيب كيل بتبدا تفتح معاه ماسوره الكيلات، فلو انت كملت والحرص زايد، حساب في رابطه كان فيها صوره وحشه، فللاسف دي الرابطه اللي انا فتحت منها، مش حساب على الطلاق، فربنا يسامحنا. يعني هنا انا بيكت خلاص، كلت دمه مرتين، فقلت 100% انا هموته. السلاح بيعمر، انا في كفر اروح افتح زاويه اللي زي العبيط واعمل دروب شوت. ده ايه ده؟ توتر. هو مسك سرد وانا مسكت سرد، مخي بهيألي ان انا مدمجه فول دامج من الاول زي ما انا فعلا كنت عامل. بعد ما مسكت الكفر رحت له، دي كانت غلطه مني. هنا دمجته، هبدا اطلع بايكله. بص الفرق بقى بين ال60 فريم وال90 فريم يا رجاله. عارفين يعني ايه الفرق من ال60 وال90؟ طيب انت بيظهر لك 60 صوره، هو بيظهر له 90 في الثانيه الواحده، فال90 فريم بيشوف نفسه وهو بيتدمج، انت بتلاقي هيلك كامل اتخطف فجاه. هنا هيطلع لي فايت على السلم، ايمي في الضايع خالص، مش عارف العب. وعلى فكره بين جالي بيبان، بلاقي جويستيك بتتقل معاه في الحركه زي ما انتوا شايفين، مش عارف اتحرك، والهيفر عندي بيبقى زي الزفت. ركز، هو معرفش يجيب كلات عليا غير لما انا اتغبيت وخليته جاب الكل الاولاني. هنا انا ارتو هيد خلاص مدمجه، هو فاكرني بقى هطلع جنب عليه واعمل لا، انا مركز من نفس الناحيه الشمال. هو ما توقعش ان انا هفضل اجيله من نفس الناحيه الشمال. تاني حاجه بينج عالي زي ما انت شفت كده، بينجي كان وصل 200 ورجع تاني، فهو في الكل ده اتشد من ورا كفر. طيب بص الحته الجايه دي بعد توفيق الله طبعا، دي خبره. عامل حسابي بالظبط هعدي يعني في الوقت امتى بالظبط هعدي في المكان ده. تاني حاجه 90% كنت عارف انه هيجي باك من هنا، لان ده منظوري يمينه في البيكات وهو ايباد، فهتبقى حاجه بالنسبه له ايه. سبقت بالبري فاير طلع خد الطلق بتاعي. جي ما قصرت يا زميلي، ناقص سحبه. انا بما اني كسبان 7-2، فالعزمه والجلاله خدتني كده، ان انا خلاص الراجل ده انا هجيبه اقصاء دلوقتي. ده انا فاضل 3 كيلات على الاقصاء. دمشته، هروح ابش عليه، هقف في اغبى مكان ممكن حد يقف فيه، وهتعامل فيه غلط كمان. يعني البرميل ده غبي قوي اللي هو فيه، تكتيفه وحشه يا جدعان.
ولا هيطلع، وعامل حسابه ان انا هفايته منظور يمين، وكان بقى فعلا فايته منظور يمين. طلعت له تاني، المفروض الطلعه التاني دي بقى كنت انا اطلعها بدروب شوت، كان زماني مموته وش. لكنها طلعت عملت دوج. عرفت لما قلت لك لما تحاول، لما هو يحاول يفتح عليك زاويه وانت تيجي تطلع من ورا الكفر، اطلع بدروب شوت ما دام انت مفايته تاني، ما دام انت فايت الفايت الاولاني وانت متدمج، هو متدمج في الطلعه التانيه، اعمل دروب شوت عشان يبقى لك الاولويه في الفايت. انا هسبق بري فاير، لو انا طولت في البري فاير هيشدني، ولو انا فضلت قاعد ورا البتاع دوت من غير ما انام هيجيبني. طلعت بدروب شوت، شوف هنا ما توقعهاش، هو راح يفتح عليا زاويه من على البعيد، هنا بقى فاكر ان انا هبقى نايم ورا البتاع لسه، لا كنت انا قمت من ورا السرد وطلعت عملت دروب شوت. وده طبعا توفيق من الله يعني، في قرايه لعب اللي قدامي، لان انت زي ما انتوا عارفين كنت ايباد برو 13 انش، وحاليا باذن الله ايفون 14، وبقالي شهر ما بلعبش تي دي ام، كنت بلعب كلاسيك بسبب ان النت كان قاطع، والنبي ادعوا لي بس النت يرجع يظبط تاني. هو في البدايه اهو البنج 70 في الاعدادات، فيما فوق 100 وغيره. هنا طبعا سحبني سحبه زي الفل وكسر ايمي، انا كنت عامل حسابي ان هو هيدوج. هنا بقى المراوغه يا جدعان، ويعني حركته كانت جميله، ما توقعتش حركته صح، فبالتالي ايمي ضاع، كلني في ثانيه، فضل مكمل في نفس الاتجاه. انا قلت لا ولا هو هيطلع يدوج ولا حاجه، لا ما عملش دوج. هنا طبعا بلعب على العامل النفسي وانا بتكلم معاه، قمت جايبه، عارف الكل ده عارف بيحبط من نفسيه اللي قدامك شويه، بس زي ما انتم شايفين الحركه تقلت معاه جدا، لان النت زي ما انا قلت لك من 70 110 120، وهو بيسعى لانه يعدل الفرق. تاني حاجه اللي عايز يتدرب مع الراجل ده كده، الراجل ده تقيل قوي يعني، الراجل ده عايز بويكا بس ما شاء الله عليه. حشره خلاص يعني، خلاص فاضل له حاجات بسيطه ويبقى هشره. واللي مش فاهم ايه الهشره ده، يعني ده من معجزات الدنيا السبعه زميلي. طبعاً مش باين ان انا مش عارف اتحرك، بدا يجيب كيلات، مفيش نت خلاص، مش عارف اتحرك خالص. حركه تقيله جدا يا جدعان. تعرف ازاي النت البنج عندك عالي حتى لو مش ظاهر لك؟ جويستيك بتتقل معاك وبتستجيب للحركه متاخر، ايمك مش احسن حاجه، بتتشد من ورا كفر بسهوله، حتى انك متبقاش عارف تخش تمسك الكفر صح. هنا طبعا عامل حسابي ان هو هيبيك بيك فران، فكان بقى عملت البريفر صح وعملت دوج بالريد دوت، كان بقى ظبطته، ضيعت ايمو. هو بالنسبه له دماغه هدف ثابت بالنسبه لي، لكن انا هدف متحرك، فالاسهل ان انا اشده مش هو اللي يشدني. ركز برضك على البريفر اللي انا عملته ده، كان بريفر صح جدا يعني، قاري فيها بالظبط بعد توفير لي برضه خبره، عامل حسابه هو هيبيك امتى بالظبط. هنا هطلع احاول افتح عليه زاويه، طلع بعد عن السرد خطوه، كسر ايمي. ركز في الحركه اللي هو عمل، لو كان طلع كمل جنب السرد، انا قريت من اللعبه اللي هو كل شويه بيبيك بيفضل جنب السرد، المره دي هو غير اسلوبه، طلع بعد من السرد خطوه عشان يبعد عن ايمي، وايمي هو اللي يجي فيه، فكانت حركه صح جدا منه، خلته كسب الفايت. انا بحاول اضيع وقت الروم لحد ما البنج يظبط، لاني مش عارف اتحرك كده، وهيعدي الفرق الروم ده ممكن يخسرني كده كمان، فبحاول اضيع دقيقه دقيقتين يا رب النت يظبط. هظبط البريفاير هنا، كان بقى دمجته من ورا كفر، هنا هو زمانه مصدوم مش عارف سبب انه هيتدمج من هنا، اقعد يلففني في البيس ويطوف حبه حلوين، ببين له ان انا عبيط وانا ماشي طوالي كده يا جدعان، بحيث انه يطلع يضرب عليا، اما انا اعمل دروب شوت موته، بس هو ما عملش كده، هو ذكي قاعد يسحبني، انا كنت مرموط دمج. طب انا مش راضي اخش له ليه يا صاعق حبيبي؟ انا مش بلاعب نوب، انا بلعب لعب بطولات، داخله زي دي لو هيلو وان تشيبه ممكن يشدني برضك. هيجي لي فايت منظور شمال في حته زي الزفت ومش عارف اتحرك، طبعا مفيش نت خالص، احاول اعمل دروب شوت، كان بقى بص بيبدع عليا في البيس عندي، ده يومك اسود. خلاص دي اخر يعني 5 روم من بعد ما جبت الموبايل اصلا. الحمد لله على كل شيء، بس كان مستوى واحد راجع الموبايل بعد غياب 5 شهور، وايه يعني بلعب بايفون 14 وناقل من الايباد 13 انش، يعني من 90 فريم ل 60 فريم، وايه يعني جهاز مش ما يبانش في ايدك اصلا، الحمد لله. فوالله فعلا نايس مستوى قوي، يعني احمد الله واشكره والله على المستوى ده يعني. زي ما انت شايف الكروس هير كان عليه والطلق ما جاش فيه، مفيش نت يا حبي، انا بحاول اضيع وقت كل ده، انا كده هخسر يعني. المفروض انت لما تلاقي نفسك خلاص النتيجه بتتعدل كده وما انتش عارف تتحرك، اطلع من الروم ما تكملش. طب كمل اللي انت عايز، تخسر نفسك يعني؟ مفيش، بحاول اتحرك الجهاز مهما حاول مش دي حركتي، فقلت يا رب توفيقك بسم الله، ودعيت ربنا انا يا رب يعني مش بعد كل ده تخسر. مت في الكل ده خلاص، بقى فرق واحد، وايه الفرق واحد ده اللي هو انا كنت جايبه مغفله فيه اصلا وقاعد قدامي، يعني المفروض كده تعادل. جه توفيق الله يا زميلي والحمد لله، توقع كده يعني، يا ربنا مش هينصر عبده، يلا يا عم توكلنا على خدها، لا عايز ضحك ولا همسكوا اشدوا الفرق دلوقتي يا رجاله، وتخيلوا بقى يعني الفرق هيوصل فرق كام؟ ايه في اخر 57 ثانيه في الروم، احاول اخده بيك ما هوش راضي يطلع، اروح له يمين يروح شمال، بيبعت اعمل ايه معاك؟ الكل ده خطر يعني، الاعصاب بتحترق في الكل ده، الكل ده اللي انا يعني خلاص ده كل الخساره او المكسب. عامل حساب ان طبعا هفايت منظور يمين، ده خلاص ده الافضليه لي من منظور يمين بكتير، بيكت عليه بالريد دوت، كان ايم احسن من ايمو، كان بقى وجبته وايه شديته في ثانيه الحمد لله، توفيق الله. هنا خلاص فرق واحد، وبتحاول طبعا تحافظ على الكل، بفكر ابوش على التوفيق، مش مشكله الواد ده اخويا يعني ايه، ما جاتش بالتعادل معاه، جابه لنفسه وجاب الشيل عايز يعدل الفرق.
خدت سحبة هنا في الاول. انا هنا طبعا هتبدأ المراوغة، لازم يبقى عندي طولة بال وتركيز. هتركز هتلاقيني بدمشه طلقة في طلقة. خدت سحبة بسرعة سريعة من هنا، كان قبل ما يجيبني عملت دروب شوت. عمل دروب شوت وكان، بس انا كنت اسرع وكان معايا توفيق الله. بقى فرق كلين، كده كده كسبان، ما عادش غير 15 ثانية. فما فيش مشكلة، لو حتى لو انا خسرت الكل ده ابقى كسبان فرق كل. رحت ابش عليه احاول اعلي الفرق. دروب شوت سبقت الطلقة، قريت ان هو هيعمل جامب، كان بها بلع الكل. اتمنى اكون فدتك بحاجة، ولو في حاجة مش فاهمها اكتب في الكومنتات. وما تنساناش يا جدعان من لايك. واحد ابو جعان واحد تعبان، يا رب توفيقك. شوفوا ايه المصطلح اللي واقف معاكم مش فاهمينه، او ايه الحاجة اللي عايزين نشرحها، وانا تحت امركم باذن الله يا رجال. اللي عايز يتدرب حاطط لكم اللينكات في الوصف تحت، او اللي عايز اي حساب من الستور.